بينتقدك كل شوية قدام الناس، ده مش عاجبني وبتعملي ده ليه، وانت ازاي كده، تعالي اقولك تعملي معاه ايه. بيتريق على شكلك وطريقتك وكلامك، وكل شوية يحرجك قدام اي حد. لا الكلام ده بقى ما يتسكتش عليه خالص. استنى وحياة ابوك وحياة ابوك، استنى كده. اغلبية الرجالة اللي بيتعمدوا يحرجوا زوجاتهم بيبقى عندهم احساس داخلي كده بعدم الثقة في النفس او بالنقص، وبيحموا نفسهم بالانتقاد والسخرية دي، او بيبقى عايز يتمنظر ان هو جامد بس على حسابك، او عنده غضب داخلي ناحيتك انت ومش عارف يخرجه، فبيخرجه بالطريقة دي. وعلشان كده ما تسكتيش ودافعي عن نفسك. ايوه انا. طب كيف انت يعني عاوز تبوظ شرع ربنا وردي عليه واحرجيه وفهميه بينك وبينه ان ده بيضايقك وانك مش صغيرة وعيب الكلام ده قدام الناس. ولو مرجعش العبي نفس لعبته، انتقدك انتقديه، اتريق عليكي اتريقي عليه، هز ثقتك في نفسك، انت كمان هز ثقته في نفسه. ايه الرقي ده؟ ايه العالميه ده؟ ايه يا جدعان في كده؟ وقتها هيبطل يعمل ده وهيخاف على نفسه وشكله قدام الناس. والعين بالعين والبادي اظلم. قولولي في الكومنتات بتعملوا ايه في المواقف اللي شبه دي. انا نرمين لطفي وده بيتكم مطرح.